السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند صور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. ده اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي وناويين تشتركوا في القناه، وانتوا بتشتركوا في القناه فعلوا الجرس علشان توصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب ودايما متجمعين. النهارده عاملين تتبيله حلوه كده للحمه تمشي معانا فخده اي نوع لحمه موجود. شايفين الجمال عامل ازاي واللون حلو بجد، هتعجبكم قوي. وكمان هنعمل لها الرز بقى، احنا عاملين فخده بقى وصارفين ومكلفين، فيبقى ايه، يبقى نعمل لها كمان رز كده حلو كده. انا بسميه رز مناسبات مش رز افراح، لانه فعلا بيبقى حلو قوي في المناسبات وفي التجمعات. شايفين الجمال عامل ازاي؟ انا بس عايزه اوريكم قطعه اللحمه، بس يعني مش عايزه ابهدلها برضه عشان هما لما يجوا ياكلوا برضه، بس عايزه اوريكم اللون. شايفين اللون الجميل ده؟ بسم الله ونبتدي المقادير. الفخده دي يا جماعه وزنها تقريبا كيلو وربع. عملت لها فتحات بالسكينه زي ما انتم شايفين كده، مره بالطول ومره بالعرض، وعملت من الاتجاه التاني برضه نفس الموضوع علشان هبتدي احطها في التتبيله بتاعتها. انا عايزاها كلها تتغرق تتبيله. ونصيحتي ليكم، الحاجه دي لما بتبات في التتبيله، كل ما باتت في التتبيله وقعدت في التتبيله كل ما بقى طعمها احلى والسوا بتاعها بقى اجمل. نيجي بقى للتتبيله بتاعتنا، عباره عن، ودي تكفي معانا لغايه كيلو ونص، علبه من الزبادي، وعليها ربع كوبايه من ميه البصل، وزيها زيت وزيها باربيكيو، ممكن نستغنى عنه بالكاتشب وممكن نستغنى عنه خالص. وهنحط معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من العسل الابيض، معلقه كبيره من المستردة، وهنحط كمان معلقه كبيره من الصلصه بتاعه البرطمانات. وكمان هنحط معلقه صغيره من الكركم والبابريكا، وهنحط نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وهنحط كمان عليها توم حسب الرغبه، يعني فصين 3 زي ما انتم عايزين. هي صغيره فمش هتبقى محتاجه كتير يعني. كل دول هنقلبهم مع بعض كويس جدا. ونسيت اقول كمان معلقه كبيره من الخل ومعلقه كبيره من عصير الليمون. هنقلبهم مع بعض كويس عشان نبتدي نتبل بيها. الصاج بتاعي انا حاطه فيه ورق فويل وبعد كده ورق الزبده، وطبعا لازم ورق الزبده ما بين الفويل علشان ايه، الفويل بيطلع حاجات كده وبتتوصل في الكلى، فخلي بالكم. فجبت الخضار بتاعي شوحته على النار الاول عشان انا هحط الخضار بالفخده كله مع بعضه كده في التلاجة ليله كامله، ولازم يتشوح الاول. وحتى لو مش هتعملوا نفس الحركه دي وهتشوحوا تعملوا الخضار تاني يوم، شوحوه يا جماعه قبل ما تحطوه عشان يديله تطعيمه حلوه كده، احلى ما نحطه كله على بعضه. وما تحطوش ملح في الخضار علشان التتبيله فيها الملح بتاعها حلو جدا وهينزل على الخضار ده. ادينا اهو خلصت خلاص التتبيله وحطيتها كلها كده دايما يا دوب وغطيتها كويس جدا بالتتبيله. هقفل بقى على الفخده بتاعتي دي، وهحط عليها من فوق الوش برضو ورق زبده وورق فويل، وهسيبها بالصاج بتاعها اللي هيدخل الفرن. يعني انا بجهزها كامله كده تدخل الفرن على طول. هتقعد ليله كامله في التلاجة. صدقوني فرقه جدا 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 حوار انها تقعد ليله كامله في التلاجة معاكم. يعني لو انتوا مستعجلين من 6 ساعات، لو انتوا حابين تحطوها في التتبيله كده معاكم من 6 ساعات لغايه بقى ايه ليله كامله. اديني قفلتها كويس جدا اهو، واحكمت فيها القفل بتاعها كويس جدا عشان حطت الفويل بورق الزبده ده هو اللي هيكتم له البخار وهيخلي التسويه بتاعتها اللي هو اللون الحلو اللي احنا بنشوفه في المطاعم ومنبقاش عارفين ازاي. هو مقفول كويس جدا فحابس كل البخار جواه. تاني يوم فتحت الفرن بتاعي، سخنته الاول على درجه حراره 200، وحطيتها هي في الرف اللي في النص، وسبتها نص ساعه على درجه حراره 200. بعد كده نص ساعه نزلت الحراره بتاعتي على 180، يعني درجه حراره متوسطه، و200 دي يعني درجه حراره عاليه عشان الناس اللي ما عندهاش تايمر. وهسيبها كمان ساعه، يعني هي كده هتاخد ساعه ونص تسويه من غير شوايه تحت، بس هو اللي شغال عليها. وده طبعا شكلها بعد الساعة ونص رهيبة. شايفين الجمال؟ مفيش كلام. بصوا بالشوكة اهو. طبعا كذا مرة قلت لكم، نبهت قبل كده وقلت ان الشوكة هي معيار او المقياس بتاعنا في التسوية، مش السكينة. السكينة اصلا بتدخل في اللحم وهو ني، انما الشوكة مش هتدخل في اللحم وهو ني. فالشوكة هي اللي هتعرفني اذا كانت هي استوت ولا لا. بصوا انا بعملها بايدي، بصوا مفيش اي كلام تاني يتقال. هاخد بقى ادخلها تحت الشوايه، اخد من الصوص اللي نزل منها طبعا الزيت والميه البصل والحاجات دي كلها نزلت تحت، هدهن الوش بتاعها وهدخلها الشوايه تاني تاخد اللون الحلو اللي انتم شايفينه قصادكم ده بعد الشوايه. طيب فخده زي دي لازم يتعمل جنبها ايه؟ رز مش اي كلام. فنروح عاملين بقى ايه، جايبين رز الافراح. نمسك بصلايه نبشرها الاول، بس هي ما اتصورتش بصراحه معلش. وبعد كده
نشيلها على الجنب. هنجيب نص كوبايه من لسان عصفور ونص كوبايه من الشعريه بتاعتنا، ونمسكهم الاتنين نشوحهم مع بعض كويس جدا في الزيت بتاعنا والسمنه. والرز ده بيحتاج زيت وسمنه شويه زياده علشان لسه هيتحط فيه صلصه طماطم، فما يبقاش ايه معجن وقافش مننا. وبعد كده هننزل اول ما ياخد اللون الحلو ده، اللون الحلو اللي انتم شايفينه ده، لازم نبقى مهديين البوتاجاز على الاخر كاننا بنسوي رز بالظبط. وبعد كده نفضل نشوح فيه عشان ياخدوا اللون كلهم يبقوا لون واحد. هنزل عليه بعد كده بكوبايه من الرز واحطه على النار برضو، افضل اشوح كده زي ما انتم شايفين عشان عايزه الرز يتشرب هو كمان ويتغلف بالزيت والسمنه بتوعنا. بعد كده هحط كوبايتين وربع من الميه السخنه، وكمان هحط عليها معلقه صغيره مليانه من صلصه البرطمانات. وطبعا البصل اتحط، وهحط بعد كده معلقه صغيره برضو مليانه من الملح وربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود. هقلبها كويس ودوسوا في الحله من تحت عشان صلصه الطماطم بتخلي الاكل من تحت يشيط. هندوس كويس قوي من تحت ونقلب من فوق لتحت، واول ما هيغلي هنغطي ونهدي النار لمده 10 دقايق 15 دقيقه على حسب. وبعد كده ده شكله، شايفين المنظر عامل ازاي؟ مفلفل وطعمه حلو ومميز جدا، غير الرز بتاعنا، غير الرز واحده بواحده، يعني طعم حلو قوي هيناسبكم. شايفين اهو زي الفل. رصيت الرز بتاعنا وحطينا شويه الخضار وحطيت حته الفخده بقى بتاعتنا كده، والف هنا. بجد هتعجبكم قوي، مش شرط زي ما قلت لكم الفخده، ممكن نتبلها اي تتبيله لحمه عادي خالص. اتمنى ان الفكره تكون وصلتكم، الفيديو يكون عجبكم، متنسوش لايك شير كومنت وسبسكرايب على القناه، واشوفكم في فيديو تاني واقول لكم سلام عليكم.